السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتمنى تكونوا بأتم صحة والعافية نتوما كتشوفوا هذا الفيديو. نبداو على بركة الله الفيديو ديال هذا النهار. وهنايا كيف كتشوفوا راني موجدة اللوبيا أو كنوجد اللوبيا للغدا إن شاء الله، كل وحدة وطريقتها. غادي نوريكم طريقتي إلا بغيتو تطبقوها، راه كتجي زوينة بلا بصلة غير مطيشة والثومة. المهم اول حاجه في اللوبيا ضروري خاصك تفزقيها قبل بليله. علاش؟ حيت الا درتيها وهي ما مفزقاش كطيب، هي كطيب ولكن كتجي القشره بوحدها واللوبيا لداخل كتعجن، كتجي معجنه. وانا ما كنحملش اللوبيا معجنه هكا، كتجي مخلطه معجنه ماشي حبه حبه بحال العدس. العدس حتى هو كنفزقو عاد كنطيبو باش يبقى حبه حبه. وهنايا غادي نسلقها، نخليها ماشي طيب مزيان مزيان، غير يبدا يدخلها الطياب. واولا قبل ما تسلق هنايا ملي كتبدا تطلع داك الكشكوشه كنبدا نحيدها من الفوق بشويه بشويه. فين ما كطلع الكشكوشه كنحيدها بحال الشكل ديال البصاره. حتى الرغوه اللي كتكون من الفوق هي اللي كيكونوا فيها الغازات. بالفلفل القطنيه بصفه عامه. المهم انا غادي فين ما تطلع الرغوه بحال هكا كنبقى نصفيها غير بالمغرفه هكا حتى كيولي الماء صافي، ما كيبقاش فيه كاع الرغوه. صافي هنا بعد ما سلقت اللوبيا صفيتها وغادي نوجد ليها الشرموله ديالها. عندي ناس كاس ديال زيت الزيتون، وعندي مطيشه سلقتها وطحنتها. على حسب الكميه ديال اللوبيا اللي غديروا. انا درت 2 مطيشات تقريبا، سلقتهم وطحنتهم مزيان بالعشوار ولا الطحانه كهربائيه. خديت كميه كثيره شويه ديال الثومه حيت كتبغي الثومه القطنيه بصفه عامه كتبغي الثومه بزيت. بالتوابل درت الملحه والابزار الخرقوم وتحميره وسكينجبير والكمون. انا كندير الكمون في القطنيه، كيعجبني الكمون في القطنيه. صافي شحرت مطيشه مع التوابل شويه وضفت ليها داك اللوبيا. بعد ما صفيتها خليتها تصفات وتقطرات مزيان وضفتها المطيشه. وغادي ندير هنا راه بدا كيدخلها الطياب، غنحرك غير بالعقل باش ما تخلطش ليا. انا راه ما كنبغيش داك اللوبيا، ما كنبغيهاش مخلطه، كنبغيها تبقى حبه حبه، تبقى مخشيه في القشره ديالها. صافي بما ان اللوبيا عندي انايا داك يعني بقى لها غير شويه وطيب، غادي نطفي عليها، ما غاديش تحتاج بزاف ديال الطياب. ضفت ليها 2 كيسان ديال الماء. صافي سديت عليها واحد 5 دقائق حتى ل10 دقائق، ما سديتش عليها بزاف. صافي وكانت واجده مع هاد الشرموله كتجي لذيذه بزاف. في التالي ملي غنطفي عليها راه غادي نزيد ليها الربيع القزبر والمعدنوس. هنايا سلقت بطاطا، ديك البطاطا الصغيره كتعجبني الصراحه، كتجي زوينه. غادي نديرها مرافقه للوبيا. بعد ما سلقتها غادي نقطعها في النص. خديت مولي غادي يدخل الفران، درت ليه شويه زيت الزيتون وغادي ندير التوابل الملحه والابزار التحميره والسودانيه شويه بزيت والكمون والقزبر يابس. درت الثومه مهروسه او معصوره ولا محكوكه. وغادي نضيف هنايا الفرomاج حمر، غير واحد شويه ديال الفرomاج حمر هي اللي كتعطي هذاك القرمشه. وكيضيف ليها واحد المذاق لذيذ، كتجي زوينه هاد البطاطا هكاكا مقبله بجنيبه الطبله. صافي هنا غادي نخلط هاد المكونات اللي درت مع الزيت والتوابل والفرماج، وغادي نستف البطاطا فوق هاد المكونات ولا فوق التوابل. غادي ناخذ هكا شي بانسو ونبقى ناخذ داك الزيت اللي منسم بالتوابل ونبقى ندهن بالبطاطا ندهنهم كاملين. صافي غنشعل ليها الفران من الفوق والتحت حتى تحمر وتقرمش. وغادي نخرج هذا الشكل النهائي ديالها، كتجي لذيذه لذيذه بزاف. هذه اللوبيا بعد ما وجدات خليتها غير واحد ما واصلاش 10 دقائق حيت كانت سلقات وطابت مزيان. غادي نضيف ليها هنا الربيع القزبر والمعدنوس. صافي ونقدمها بصحه والراحه، كتجي لذيذه بهذه الطريقه. وهذا البطاطا شوفوا كيف كتجي، راه كتجي مقرمشه، كتجي فيها واحد اللذه خاصه. واخا ما تحيدوش لها داك القشره كتجي لذيذه، كلوها بالقشره ديالها رقيقه ما بايناش بزاف. وهذه اللوبيا بعد ما وجدات حطيتها في الطبسي، ما بغيتش نهزها بالمغرفه باش ما تجيش تعجن حيت طايبه مزيان. صافي هذا الشكل النهائي ديالها. نتمنى تجربوها بهذه الطريقه بلا بصله، راه كتجي لذيذه. صافي هذا الشكل النهائي ديال الغديوه ديال هذا النهار. ومن بعد غادي ندوز نوجد واحد كيكه بالفرماج، كتجي لذيذه وغير ب2 بيضات. ومن وجدت المكونات ديال الكيكه ساهله ومكوناتها عندكم كاملين، غير وجدوها غادي تعجبكم. المهم عندي هنايا 2 بيضات بحراره الغرفه ماشي في الثلاجه. ملي تبغيو ديروا الكيكه جبدوا البيض قبل باش ياخذ حراره الغرفه عاد ديروا في الكيك. 2 بيضات، عندي كاس معامر ديال سكر سنيده. ما بغيتهاش تكون حلوه بزاف. وعندي واحد القبيصه ديال الملح غادي نضرب غير بالفوي اليدوي، نبقى تذوب داك، نحس بداك السنيده اندمجات مزيان مع البيض ودابت، ما كتبقاش هكا. كيبدا اللون ديالها مايل للبياض. الا بغيتو تضربوا بالطراب الكهربائي
ماشي مشكل. المهم هاكا اندمجت. عندي كاس ديال الحليب، كاس شفتو ما عامرش مزيان، ناقص واحد شويه. غادي نعمرو بهذا، نكملو العماره ديالو بالحامض ولا الخل. الا عندكم الخل ديروا غير معلقه وحده، ما تكتروش الخل. المهم الحامض ماشي مشكل، الحامض واخا تكتروا منه. درت داك تقريبا 3 المعالق ديال الحامض، وإلا بغيتو ديروا الخل ديروا غير معلقه وحده ديال الخل. وضفت كيف شفتوا واحد نص كاس ديال الزيت. وعاد غادي نضيف دابا الحليب اللي درت ليه الحامض. شوفوا راه ولا خاتر، ولا بحال اللبن ملي درت له الحامض اختار. صافي غادي نضيف الحليب وغادي نعاود نخلط حتى يندمج داك الحليب مع المكونات اللي درنا الاولين. وعاد غادي نضيف المكون اللي غادي يجيكم شويه غريب، الجبن المثلثات. كيعطي واحد الطعم مختلف وخاص للكيك. كيجي المذاق ديالها بحال الكيك اللي بلومبالاج اللي كنشريوهم من المحلات التجاريه الكبرى، اللي كيجيكم فيه واحد المذاق مميز. صراحه جا فيها واحد المذاق زوين، عجباتني بزاف. كنتمنى تجربوها بالفرomاج، غادي تعجبكم انا متاكده. المهم الفرomاج ملي ديروه راه ما غاديش يبغي صراحه، ما بغاش يندمج. هي درت له الطراب الكهربائي باش يندمج مزيان مع الخليط. وعاد غادي نضيف هنايا الدقيق. اخر مرحله كنضيفوا الدقيق والخمارات، هما اخر مرحله في الكيك بطبيعه الحال. غادي ندير هنايا 2 كيسان، كنعبر بكاس العنبه. درت 2 كيسان ديال دقيق الفورز وجوج خمارات ديال خمارات حمرين ديال الكيك ولا ديال الحلوى. صافي غادي نغربلهم، ضروري تغربلوا في الكيك باش تنجح لينا الكيك وتجي هكا مفشفشه وتجي خفيفه، ما تجيش مدقصه وثقيله. بزاف ديال البنات ما كيصدقش ليهم الكيك اليومي، كيخافوا منه على داك كيهبط. كيكون طالع، كتشوف فيها في الفران راه طالعه، حتى كدير بيض كتهبط. كتجي الصدمه الصراحه، كتجي الصدمه. أنا وقعت ليا شحال من مره كتكوني دايره في بالك راه طالعه وزوينه، وغتخرجيها هكا طالعه ومفشفشه كتهبط. وملي كتهبط كتخرجيها كتلقاها كلها معجنه. المهم راه بديك ملي ديريها في المول، ضربيها شي ضربات هكا باش يخرج منها داك الهواء. داك الهواء هو اللي كيخليها تهبط، بحال شي فقاعه ولا نفاخه. ملي كتكون منفوخه وعامره بالهواء كطرطقيها كتفش. راه بحال هكاك الكيك خاصها تخرجوا منها الهواء، عاد نديروها في الفران باش تجي ناجحه وتجي هكا طالعه ومفشفشه ما تهبطش. صافي خديت هذا المول دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. كاين اللي كيديروا بالزيت والدقيق، ولكن كنفضل انا الزبده، حيت ملي كدهنيه بالزيت كيبقى داك الدقيق باين. ملي كتخرجيها وكتقلبيها كيبقى داك الدقيق باين من الفوق، بينما الزبده لا، كتجي محمره وزوينه. صافي هنايا درت الكيك ديالي او الخليط ديال الكيك في المول، وغادي نضرب هاد الضريبات اللي قلنا كالعاده ضروري باش نخرجوا من داك الهواء باش ما تهبطش. صافي غنحطها في الفران اللي سخنته من قبل. شعلت عليها غير من التحت حتى كتولي على هذا الشكل. كنحس بها تحمرات من التحت وصافي طابت من الداخل. عاد كنشعل عليها من الفوق غير تحمر وكنخرجها، يعني حتى كنضمر راه طابت من الداخل. عاد كنشعل عليها من الفوق تحمر وكنخرجها. صافي قلبتها دابايا، قلبتها ورجعت قلبتها. بغيتها على الوجه ديالها دهنتها بالمربى. هنايا عندي انا غير المربى ديال الفريز. خديت الشوكولات اللي كيكون مع اللوز وحكيته عليها من الفوق باش يعطي المنظر ديال اللوز والشوكولات. تقدروا ديروا ماروخه، ولكن ماروخه دابا مابقاش فيها اللوز، ولا كتلقايها غير في لومباراج. ملي كتحليها كتلقايها غير الشوكولات. المهم راه درت هنايا هذا راه فيه اللوز والشوكولات، كي راه باين المنظر ديالها. قطعت طريفها هكا باش تشوفوا القوام ديالها كيف كيجي، شحال كتجي هشيشه ورطبه بزاف. والمذاق ديالها يا سلام، كتجي شي حاجه زوينه. نتمنى تجربوها. وهنا كيسالي الفيديو. نتمنى يكون عجبكم. دمتم في امان الله، نتلاقى في فيديو قادم ان شاء الله.